بالفعل إذا كان خطأ على مستوى العد يتحصل على إيبو من خلال التثبيت الماضي، حصل فقط على وازاري. نتابع هذه الحركة القوي البطل الأذربيجاني أغاييف، لكن حتى الآن البطل المغربي يونس الصادقي لم يستسلم. تلعب الكل بالكل، بإمكانه قلب النتيجة في أي لحظة. هذا الشيء الجميل في رياضة الجيدو. تلعب حتى آخر دقيقة وآخر ثانية، كل الحظوظ ممكنة. نتابعون الفئة إيبون. بالفعل إيبون هذا ما تحدثت عن يونس الصادقي. يونس الصادقي يسجل الإيبون ويفوز. يونس الصادقي يسجل الإيبون ويفوز وينتصر على صاحب المركز الثاني عالميا، يتأهل إلى الدور الربع النهائي. بالفعل الأذربيجاني غير راضي على هذه النتيجة. يونس الصادقي يفوز بالإيبون وينتصر ويتأهل إلى دور ربع النهائي.